السلام عليكم. لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وما نقصكم حتى شي خير ان شاء الله يا ربي. جيتكم بهذا الفيديو البنات. صراحه الله ما عندي بو خاطر لا نصور فيديو ولا حتى حاجه، ولكن بغيتها نخويو داكشي اللي في القلب ديالنا، وباش تكون هدا عبرة حتى للناس اللي غافلة بزاف. والصراحة الله البنات، انا بالحكم ديالي انا راجلي مريض بواحد المرض اللي غنذكره معكم في الفيديو. راه ملي كنسمع امور بحال هادي صراحة الله ما يجينيش النعاس، يجيني واحد الخوف بزاف، وتجيني واحد الحالة يقول لي عقلي راه غيجي واحد النهار اللي حتى انا غندوز من هاد الشيء. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واحد الفاجعة وقعت لينا في الدوار ديالنا، في الدوار اللي انا ساكنة فيه هاد النهار. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احنا الدوار ديالنا كما نذكر لكم دائما، الدوار ديالنا كما قلت لكم صغير وقريب للفيلاج، قريب شويه للفيلاج. حتى الفيلاج ديالنا صغير، ماشي هكا معروف بزاف، ما معروفش بزاف. المنطقه ديالنا حنايا، المنطقه ديالنا يقولوا لها عين مديونه، اقليم تاونات. تاونات بطبيعه الحال كلشي عارفه، ولكن عين مديونه بالضبط قليل فيني عارفه. حنا في هذيك البلاصه هذيك، هاد الانسانه هذه مسكينه اللي تعرضت لهاد الفاجعه هذه، واللي مشات على سن صغير بزاف، مسكينه خلات وليداتها. وهاد الزوج ديالها الله ياخذ فيه الحق، اللي هو ارتكب هاد الجريمه، وهاد الجريمه الشنعاء اللي خلاتنا حنا مصدومين صراحه. الله حيت واحد الانسانه طيبوبه بزاف، وكان عندها واحد الصالون الحلاقه، كانت ادير كوافيره، ادير مهم المهنه ديالها مستوره، ادخل طرف الخبز ديال الحلال، تبيع المكياج، تبيع هكا رويحات. كانت عندها واحد الكراج دايره فيه هذا المشروع هذا البسيط، وساكنه في الدار الفوق. يعني لاباس عليها، ما عندها زعما لاباس ما عندهاش وما خصهاش، والحياة ديالها مستقره. حتى جا واحد النهار وقال خصنا نمشيو للمدينه، لمراكش، تما غنعملوا محل. واحد المدينه مهم كاينه في مراكش، تما بواحد المنطقه نسيت انا سميتها، تنسالي بزاف. قالك تما غيدير مشروع ديالو، غيحل معاها محل. هو غيعمل الخياطه، وهو الحكم ديالو هو كيخدم في الخياطه، هو العمل ديالو هو هذاك، يخدم في الخياطه. قال لي انا نخدم في الخياطه، وانتي غنحل لك محل، ما نبقاش انا تما وانتي هنا، وغنحل لك محل حقه وهادي، ونعمرو لك بديك السلعه الخياطه، المهم الخيط، الاباري، داكشي اللي يحتاجو الناس للخياطه. قالت له واخا، بسم الله. سدات المشروع ديالها اللي كان مروج مزيان في هذا الفيلاج، وحنا عندنا الفيلاج ديالنا صغير، وهي كانت خدامه بوحدها فيه. يعني ما معهاش شي منافس نهائيا، معها حتى شي منافس ولا منافسه، الا هي بوحدها في ديك الفيلاج. يعني جالسه خدامه على راسها، ما خصها حتى خير مع وليداتها. عندها 3 د الوليدات، خلات مساكن صغار، ومشات الكبير ديالهم عنده التاسعة هاد العام، دوز التاسعة ونجح مسكين وفرحان بهذيك التاسعة، حتى وقع له هاد المشكل هذا مع الوالد ديالو. الله ياخذ فيه الحق. انا بغيتكم كاملين في التعاليق تقولوا له الله ياخذ فيك الحق. الرجال بحال هادو من ناقص منهم، والزواج بحال هذا من ناقص منه. النرجسي الانسان يبعد منه شحال ما بعد مزيان. انا راني عايشه مع نرجسي، ولكن انا كما قلت لكم في الاول الفيديو، راه انا هو كو كانت غير على النرجسيه كون راني سمحت في هذا الراجل ومشيت في حالي، ما نكذبش عليكم، ما نزيدش معاه حتى غرام. ولكن دابا هو منين مريض، انا ديك المرض ديالو هو اللي حطني في واحد الموقف اللي انا ما نقدرش نسمح فيه. خفت نسمح فيه،
ربي يحاسبني، حيت انا خليت واحد السيد اللي هو مريض سمحت فيه ومشيت ويمشي وقع له شي مضاعفات، وانا في ديك المشيه ديالي ما كنقدر. يعني انا تجمعات عليا النرجسيه وتجمع عليا حتى المرض. نرجعوا للموضوع ديالنا، وغنرجع لهذا الموضوع هذا المرض الزوج ديالي. غنعطيكم نوع من المرض اللي عمره ما سمع مني اللي عنده. انا هاد السيده هذه مسكينه، هي هذيك هزات ومشات معاه لهذيك المنطقه، وصوبوا هذيك الحانوت عمروه بالاشياء اللي، وهي اللي عمراته مسكينه من عندها، وهذيك الاشياء اللي تحتاج هكا في الخياطه. عمرات هذيك الحوينات بدات تبيع فيه وتشري. هي ماشي الدومين ديالها هو هذاك الخياطه وداكشي، هي الدومين ديالها هو الحلاقه، عندها دبلوم الحلاقه عندها. مهم كل واحد ولين يميل. هي كانت استقرت في هذاك الدبلوم، في هذاك العمل ديالها، يعني تخلى مع الدم ديالها كما نقولوا، تخلى في الدم. يعني واحد الموهبه عندك ما يمكنلكش تدخل عليها شي حاجه اخرى. المهم عندها هذيك الموهبه د الحلاقه خصها تبقى فيها. هي ما عجباش الحال مسكينه تما، بحال اللي ضيقت عليها الدنيا، تقول له خصني نرجع للبلاد ديالي، خصني نرجع لبلاصتي، واخا انت بقى هنايا وانا نرجع لبلاصتي، يعني نستقر في بلاصتي مع وليداتي، وهو دارو هي هنايا. وكان عنده حتى هو هنايا في هذاك الكراج اللي كان عنده هنا في الفيلاج، ودايره هي فيه حلاقه. واحد الطرف منه كان اخيط فيه هو. يعني مهما عندك الدويره ديالك ومكارمه والو، وعندك محل فيه ديباني راسك بالخياطه فيه، وهي خدامه مزيان، يعني ما خصك تاخير، ما خصك تاخير. بقى في بلاصتك مع وليداتك، وهي منين شاده هاد العمل هذا وناجحه فيه خليها تكمل عليه. وهي مسكينه ما كانتش نهائيا زعما تخبى عليه شي حاجه. المهم فلوسه هو فلوسها، وفلوسها هي فلوسه، يعني ما كانتش تخبى عليه نهائيا حتى شي حاجه. حتى مشات لديك البلاد وجوزت معاه 6 شهور وما عجباش الحال. ناضوا بنقاشات بزاف، يوميا هزت ورجعت بحالها لهنايا. جلست مع والديها، 3 الوليدات. الوليد هذاك قلت لكم اللي يقرا في التاسعه جا معاها ودخلاتو للمدرسه لهنا هدي عام، وهي مسكينه جالسه هنايا مع الوالدين ديالها. في الاخر ناض كيقول لها نرجعوا مع بعضياتنا، وراح نرجعك فين كنتي وهادي، وزعما ترجع تحلي المحل ديالك وهادي. جات هي اقتنعت، قالت صافي غندير بهاد الهضره اللي غنعطيه واحد الفرصه. ملي عطاتو فرصه صافي. جات هي دارت واحد صداقه كبيره، واحد صداقه غير اللي جمعها، يعني ما خلات ما دارت ديك الصداقه يعني ديال الرجوع ديالها لهاد الزوج هذا. منين دارت هاد الصداقه دوزت 3 ايام، جا هو يطلب ويرغب في الوالدين ديالها، والله ياخد فيه الحق. هي هذيك قال لها تمشي تجمع حويجاتك باش نرجعك لهنا، ودي ولد خاك معاك وولدك باش يهزوا معاك الحوايج. تيقاتو هو زاد قدامها بيومين، مشى قاد الامور ديالو عوال غيصفيها ليها ليلى والوليد اللي عندها الواحد مع 2 بنيتات. هزت هي وولدها وولد خوها باش يمشيو زعما يهزوا معاها الحوايج ويجيو. خلات البنيتات هنا. انفوار وصلات، كيف وصلات هي تجمع في الحوايج، هو دخل بالموس. هادشي وقع بالبارح. شحال هاد النهار في الشهر؟ البارح كانت وقيله 18 في شهر 7. راه هاد النهار ما عرفتش شحال في الشهر هاد النهار. المهم هاد شهر 7 2026 واحد الفاجعه عشناها هنا، لا حول ولا قوه الا بالله. وصف هي هذيك. حتى نريق لكم الشهر مزيان ونحط لكم في اول تعليق ان شاء الله. ما عقلتش انا شنو هاد النهار، واش هاد النهار 19 ولا 18. المهم هاد النهار هذا السبت هي اللي وقع الليله د الخميس، والبارح جمعوا هاد النهار الخميس مازال ما جابوهاش مسكينه. راه كان
دزوها للطبيب وهي عايشه وماتت في الطبيب. هي دابا حاليا مازال ما وصلوهاش، عاد غندفنوها ان شاء الله يا ربي. والله يصبر وليداتها. دخل عليها كما قلت لكم وعطاها بالموس، قاس لها الكبده، وقع لها ايموراجي كبيره بزاف، هزوها للطبيب. هي فاش بغات منين شاف الوليد مسكين مو ادموت، بغى يدافع عليها، دار ليلو بالموس، قطع له صبابعو، ضربو بالموس، بغى يضربو، بغى يقتلو، ولكن هو بغى يطاكي على راسو، قاسلو صبابعو، مشاولو صبابعو اختي كاملين. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم يدو قطعوه له بالموس، لا حول ولا قوه الا بالله. عرفتي ايه حصر هذاك الوليد، واللي حصرني بزاف بزاف واحد الوقت ويلي كان مع باه تما، وصور راسو وهو كيخيط واحد لبسه بلديه وهو يبكي. عرفتي كان عايش، هو اصلا عايش ديك الوليد المشاكل. وحاليا منين دخلت للستوري دولدي ماشي ديالي انا، دخلت للانستغرام دولدي، حيت انا دابا تليفون واحد ووليد عندي صغير داير واحد الانستغرام، هو يعرفو صاحبو معاه عنده في الانستغرام. ومني كندخل انا الانستغرام ندير ديك تبديل الحساب، نلقى ولدي داير ديالو، ندير ديك تبديل الحساب. كيف دخلت لديك الانستغرام د ولدي باش ندير انا تبديل الحساب ديالي، طلع لي كسميتو ديك انا لله وانا اليه راجعون في ستوري. بركت عليها قلت له ولدي هذا ماشي ولد، وانا نشوف يا اختي ديك. قال لي هو ولد نزهه مسكينه. قال لي هو. قلت له لا حول ولا قوه الا بالله. واحد ستوري ما تقدرش تشوف فيه، طايح مع ديك الماكينه وهو يبكي، والستوري الثاني داير فيه واحد السيد يهدوي ويقول الحاجه الوحيده اللي انا نتمناها انني نتواجه مع الوالد ديالي وندير له ونفعله بحال هكا بحال الوحيد اللي انكره هو الوالد. يعني باش توصل للاطفال بحال هادو البراءه فيهم مساكن مازالين صغارين هما يوصلوا لهاد الحد هذا، لا حول ولا قوه الا بالله، من خلال الوالدين. لا حول ولا قوه الا بالله. يحسن عوان هذاك الوليد، وخصوصا ملي مشى له الصبابع ديالو مساكن مسكين. هذاك ولد خوها هرب، ولد خوها فاش شافو ضرب عمتو هرب، هذاك فلت، هذاك كون بقى كان مات، كان قتلوه. هذا كون بقى كون قتلو. يعني هو من الجهه ديالها غيكون القلب ديالو معمر عليه، فهمتوني. هذاك هرب، ولد مسكين اللي ما قدرش يشوف مو ابكي ادموت قبالته عيداك، وبغى يدافع على ميمتو. لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي عايشينه اليوم مساكن هذاك الناس، الله يحصرونا بزاف. وقفوا لنا، عرفتي تلفنا كاع واحد الفاجعه يا ربي السلامه. عمرني توقعت المراه مازال صغيره، مازال في عز الشباب ديالها، تمشي بهاد الطريقه هادي وبلا حتى شي حاجه ما دات معاها لا حق لا باطل لا حق، ما دارت له حتى شي حاجه. زعما الصراحه الله كانت واحد درويشه ومن دخلوا عندها لديك الصالون نلقى عندها غير النشاط وهي واحد العمل عندها محترم. ما كيدخلوش الرجال نهائيا، هي العيالات ادخل تلقى غير العيالات عندها، غير النشاط، غير الهضره، الضحك، تشوفها غير كضحك. ايوا وصلنا لهاد المرحله هذه. زعما الصراحه الله ما تقول من العيش ومن هادشي كامل. نرجع لكم لموضوع الزوج ديالي. انا مني نسمع هادشي نزيد نتحطم بزاف على حساب الزوج ديالي. مرض الصرع، ديك مرض الصرع كيزيد ياثر عليه. دابا تصوروا البنات رجعت كيما دويت معاه، كيما ندويو مع هيدا على الدراري يديروا شي مشكل يقول لك غننتحر غنقتل راسي. منين نسمعو يقول هيدا نقول صافي هادي شي نهار عاوتاني ينوض دايخ، تجيه واحد الدوخه ينوض دايخ، هيدا ما يعرف ما يدير يقتلني يا اختي. تجيني هاد الحاله لدماغي بزاف عايشه واحد لو ستريس بزاف مع هاد السيد. الله يا ربي فاجيها عليا، ودعيو معايا البنات ربي فاجيها عليا معاه. وهادشي ما كان نرجسيه مع المرض مع هادي. قلت لكم انا ما نقدرش نسمح فيه، ما نقدرش. انا عندي امكانيه انني نهز ولادي ونمشي، عرفتي نخدم غير ب50 درهم في النهار ولا 20 درهم في النهار، وما نجلسش في هاد الحاله هادي. ما نكذبش عليك، نقكري عابيت ونجلس فيه، ولا هاد الحاله اللي حنايا
اللي انا واصلاها مع هاد السيد. زعما لا حول ولا قوة الا بالله. وما خصنيش نهضر بزاف على هاد المرض ديالو، ومع انا مقابلاه وداكشي خصني نبقى ساتره هادشي باش ان شاء الله يا ربي يخلي تبقى لي الاجر، ندي بعدا الاجر معايا، دي الاجر تبقى داكشي مقبول عند سيدي ربي. وهادشي ما كان. ونتمنى انني نكون طلت عليكم بهذا الفيديو وخويت قلبي عليكم، وديتو معنا هاد الفاجعة هادي، باش كل وحدة فينا دير احتياط ديالها والحيطة والحذر. دائما ما تثقوش، دائما تكونوا ماشيين هيدا بهاد المشيه بحال هاد كيما مشات هاد السيده هادي تكون مونيه على راسها، داخله لواحد الدار انا خارجه منها شحال هادي وماشي متفقين على واحد الحاجه. يعني ما مزيانينش بعضياتنا، ما نثقش. واخا يجي تحايل عليا ما نثقش. راه الثقه البنات ما بقاتش، راه الثقه في هاد الوقت راه ما بقات. راه يكذب عليك كاذب يقول لك انا راني ثق فيا ولا هادي ولا. ما تثقوش في حوايجكم اللي عليكم. هذه نصيحه من عندي، ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.